Sarwali Mohammed. أخوتي وصحابي، تحياتي لكم جميعا إخواني أينما كنتم أصدقائي الأعزاء. رسالة لإخواننا الجزائريين، نعم أقول الشعب الجزائري. ما خوتي الجزائريين، الشعب الجزائري، كلكم شفتوا ولاحظتوا الجمهور المغربي في قطر. هل يعني وساءوا إليكم؟ وساءوا إلى الشعب الجزائري؟ وساءوا إلى جميع الشعوب في العالم؟ شفتوا الحضارة ديال الجمهور ديال المنتخب الوطني المغربي؟ شفتوا الحضارة؟ شفتوا ما كاينش الإساءة إلى الجميع؟ شعب مسالم، شعب حضاري، شعب حضر العدات ديال المباراة عالمية، والعالم ووسائل الإعلام والصحافة العالمية والأجنبية بجميع اللغات ديالها كتهضر على الحضارة والثقافة ديال الجمهور المغربي. بينما أنتم، وما كنقصدش الجميع، الشعب الجزائري، هناك ناس أحرار وشرفاء وأذكياء وناس لهم قيمة، بينما بعض الذباب وبعض يعني ديال الناس الكلاخ اللي من تحت الصفر، الكلاب والبلطجية ديال الكبرانات، أساءوا إلينا نحن الشعب المغربي. البنان ما كتعرفوش القيمة ديالو، لو كنتم أكلتموه، لو كنتم كليتوا البنان وذقتوا الحلاوة ديالو وعرفتوا القيمة ديالو، لو كنتم ما تضروش عليه، ولكن لا تفهمون مذاقه. يعني لم يسبق لكم أن تذوقتم البنان أو أكلتم الموز، فلهذا يعني كتنويو ولا كتعرفوا البنان زعما راه كياكلوه غير الحيوانات. لا، البنان فاكهة جميلة، ولكن ما كتعرفوش المذاق ديالو والحلاوة ديالو، ولهذا أسأتم إلى الحيوانات. فالحيوانات لا يأكلون إلا العشب، فالبنان فاكهة طيبة أيها الحيوانات، لأنكم لم يسبق أنكم تذوقتم مذاق البنان الطيب. نعم، فتحية للجميع، وأقول للشعب الجزائري الحر والواعي والمثقف، خوا وما عندناش مشكل وما عندناش الأعداء، ما عندناش العداوة معكم. احنا خوت وكنحبوكم وكنغيروا عليكم، وحنا الى جانبكم. وهذوك اللي كيوضعوا الفتنه والرعب وكيشعلوا الفتيله والعافيه فبدون مستوى وبدون اخلاق. فتحيه لكم جميعا اخواني اصدقائي الاعزاء، حياكم الله، السلام عليكم.